فيديو جديد ومعاكم نعم من شركة ايفن، والنهارده معادنا مع فيديو جديد من ريفيوهات المنتجات الجديدة. هنتكلم النهارده عن منتج ظهر معانا من كام شهر كده فاتوا، بس انا كنت بجربه عشان اقول لكم رأيي فيه ايه. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا اقول لكم رأيي في المنتج بتاعنا النهارده. زي ما انتوا شايفين المنتج بتاعنا النهارده وهو ميسلر جيل كلينزر من اللاين بتاع ايفن نياترا افكتس. اللاين دوت انا بعشق الكريم بتاع الترطيب بتاعه. في ناس كتير قوي سالتني عنه، رايك ايه يا نهى في الكلينزر ده؟ انا الكلينزر دوت جبته من شهرين او من 3 شهور فاتوا، وجربته بصراحه كذا مره. اللي لاحظته عليه ان هو ليه طريقه استخدام معينه. اول حاجه انا كنت بستخدمه وانا بلا وشي، لا هو لازم تستخدميه وانتي وشك مش مبلول. تاني حاجة انا حسيت ان هو مش بينظف البشرة بعمق، يعني كذا مرة حاولت ان انا اشيل بيه الميك اب، بيسيب بواقي ميك اب لما اجي استخدم مثل ووتر او مزيل مكياج، بلاقي القطنة بتطلع بواقي ميك اب، فمعنى ذلك ان هو مش بينظف البشرة بعمق. تالت نقطة بقى حسيتها في الغسول دوت ان هو بيشد البشرة جدا. هو مكتوب عليه ان هو لجميع انواع البشرة. انا بشرتي مختلطة مايلة للجفاف، فانا اول ما بغسل بيه وشي بحس ان وشي مشدود بشكل اللي هو بجري بسرعة اروح ارطب وشي، لان بحس ان انا وشي من كتر ما هو مشدود الجلد هيتقطع. فدي من الحاجات اللي انا لاحظتها عليه. هو نازل معانا في الكتالوج مكتوب عليه ان هو مناسب لجميع انواع البشرة، وكاتبين ان هو كمان بمستخلصات الرمان والبابايا. فيما يخص بقى الريحة، انا كنت متوقعه ان ريحته هتبقى فواكه ولطيفة. انا بصراحة ما حبيتش ريحته، ولكن ريحته مش مؤذية، لا هي يعني ممكن تحسس البشرة ولا هي الريحة المضرة قوي، ولكن هي ريحة مش مستصاغة، يعني مش الريحة اللي هي بقى رمان وبابايا. كنت متوقعه ان هو هيكون ريحته حلوة. فانا من الحاجات برضو اللي ما حبيتهاش فيه ان هو ريحته مش حلوة. هم طبعا كاتبين ان هو خالي من الكحول وخالي من السلفات، وهم كاتبين برضو ان هو نو بيرفيوم، يعني ما فيهوش روائح عطرية. يا ريته كان فيه ريحة عطرية عشان تغطي على الريحة بتاعته. ريحته مش بشعة بس مش حلوة. الناس اللي بيفرق معاه الريحة، بس انت بمجرد ما بتغسلي وشك خلاص الريحة يعني ما بتلزقش، هو مجرد ما بتغسلي وشك خلاص الريحة بتروح. طبعا هو حجمه 195 ملي، كاتبين ان هو جل منظف لبشرة الوجه، وبيستعمل في خلال 3 سنوات من الانتاج، ولكن من تاريخ فتحه بيستخدم في خلال 12 شهر. يعني بمجرد ما انت كده فتحتي العبوة ولفيتي البامب كده ونزلتي، عشان برضو انا عايزة اوريكم قوامه اهو يا بنات. ده قوامه جل عادي جدا، جل عادي جدا بتحطيه على بشرتك وهي جافة ما فيهاش مية، وبعد كده بتغسليه بالمية بينظف البشرة، ولكن مش بعمق. هو دي مشكلتي معاه ان هو ما بينظفش البشرة بعمق، وريحته مش لطيفة، ومش بيزيل بقايا المكياج بقوة، يعني بيبقى فيه بواقي مكياج على البشرة بتاعتك. انا حبيت ان انا اوضح طريقة الاستخدام، لان في بنات كانت فاكراه زي ما المسلر كده بيتحط على قطنة ويتمسح بيه الوش. لا، هو بيتشطف بالمية، وهما كاتبين التعليمات دي هنا اهو، هوريها لكم. دايما بيبقى فيه هنا علامة ان انتي تفتحيها عشان تقري التعليمات بتاعة المنتج. هما هنا كاتبين طريقة الاستخدام اهي: دلكي كمية قليلة على بشرة الوجه في حركة دائرية واشطفيه بالماء. يعني معنى ذلك ان هو بيتشطف بالمية. فده غسول، هو مكتوب عليه كلينزر، فيعني كلينزر يعني في مية، يعني بنغسل بيه وشنا. وطبعا انت لما تنتهي من استخدامه تقدري تقفليه باللوك كده، ولو انت حبيتي تاخديه معاكي في المصيف في السفر، رايحة تباتي بره وحبيتي ان انت تاخديه معاكي، بتقفليه بقى باللوك دوت عشان يبقى امان. لو حطيتيه في اي شنطة البامب
ما تضغطش. ده كده كان رأيي في الكلينزر بتاع ايفن نياترا افكتس من اللاين بتاع ريديانس. طبعا احنا عندنا لاينز تانية، عندنا لاين للبشرة الدهنية، وعندنا لاين للبشرة الحساسة، وعندنا برضو لاين للبشرة العادية للجافة. كل واحدة فيهم ليها غسول. هعملكم فيديو بإذن الله مجمع في كل أنواع الغسولات اللي أنا استخدمتها في ايفن، وكل واحد مناسب لأنه بشرة وطريقة استعماله ازاي. هخليه فيديو كده شامل جامع، بس حبيت ان انا اقول لكم رأيي في المنتج دوت بشكل سريع. طبعا اللي حابب ان هو يجربه او جربه وعجبه وحابب ان هو يطلبه، مش هياخده بالسعر دوت لو عمل معانا العضوية في ايفن، لان انت لما بتعملي معانا عضوية في ايفن بتقدري تحصلي على خصومات على المنتجات اللي موجودة في البروشور بتاعنا كله. اي منتج بتاخدي عليه خصم، بالاضافة ان انت بتستفيدي من عروض مجلة الاعضاء والعروض الداخلية اللي بتنزل للاعضاء اللي انا بنزلها لكم دايما على القناة بشكل دوري، وكمان اقل سعر شحن. ده كان رأيي في المنتج بتاعنا النهاردة. اي حد جربه وكان ليه افكت مختلف عن افكت بتاع بشرتي، لان المنتج ممكن يختلف تأثيره من بشرة لبشرة. انا يمكن عشان بشرتي جافة فحسيت الاحساس دوت، او هو بينظف البشرة وبيشدها جامد فعشان كده حسيت الاحساس ده، لكن ممكن يكون مع البشرة الدهنية او المختلطة بيدي افكت مختلف، او ما بيديش الاحساس اللي انا حسيت بيه. فلو حد جربه من اصحاب البشرات الدهنية او المختلطة برضو يقول لي رأيه في التعليقات، عشان التعليقات بتفيدني وبتفيد البنات. اتمنى يكون الريفيو افادكم. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوة كتير وريفيوهات احلى. على خير، باي باي.